لكم باذن الله الحظ الذهبي في المركز الثالث باذن الله تعالى، وهذا يعتبر انجاز كبير بالنسبه للكره العالميه والافريقيه والعربيه. الله يوفقكم ان شاء الله باذن الله. زعلت انا واحد، زعلت جدا من خساره المباراه، لكن ان شاء الله تتوفقون امام منتخب كرواتيا، لانها كاس العالم يجب ان نطبق القانون. هنا واضح نطبق القانون. لا هون دخول بالتهور، في تهور ابو بلال، لم يراعي سلامه المنافس، استخدام سرعه. وزي ايش تقول؟ هذه بعد اللي تحت الفرصه يعطي بطاقه، هذه لا يعني يستحق بطاقه اللعبه الاولى. اللعبه الاولى، اللعبه الثانيه قد نقول ما عليه، بس اللعبه الاولى يرجع يعطي بطاقه. ابو فهد ما يتغاضى عنها. شفت اللعبه ابو بلال؟ ما شفت عادل. لا هذه اللعبه ابو بلال ما تغاضى عنها. لا شفتها انا. بلال انا اسف حق المنافس، انا لما تغاضى عن اللعبات هذه معناتها اضر الفريق الثاني، لان حقهم هذا. شوف بقول لك شو انذار طلعت ما لها داعي على المغرب، ايش معنى هذه اللعبه ما تنذر؟ خلنا في اللعبه، ليش تسبق الحدث؟ خلنا في اللعبه. طيب شو دخول بلال داخل على رجوله، يعني استغرب يا بلال. عطني الدخول القريب هذه اللي ارجع، عطني الدخول هذه. زين شوف بلال، شو الدخول؟ شوف كمل يعني داش على اللاعب، ما له شغل كوره، راح للاعب. كمل شوي يودي كمل راح مكانه. زين اوكي، اعطيت فرصه، برافو عليك. ارجع له عقب مثل ما قبل زيد، ارجع له وتعال هاي الضغط يصير. هذا القرارات هاي صعبه ذي. ما ادري يعني انتم لكم راي، لكن انا اشوف ان هذه لعبه ما تستحق انذار. يعني هذا انذار ذي استنى ليصاب اللاعب ولا يحرم اللاعب. في دخول بس ما في تهور فيها اصلا. التهور لا اهم شيء في التهور دخول اللاعب بهذه السرعه على اللاعب. يا عمي كاس عالم يا عمي، كاس عالم نصير اللاعبين. اعطي كرت اصفر. شوف بلاد، شوف في بدايه المباراه دقيقه عاد يعني انا اخليكم تكملون يا اخي، خليني اناقشكم. ما تبون نقاش؟ خلاص نروح للعبه الثانيه. انذار لاعب المغرب رقم 17. عندك ابو هادي. بقول انا الحاله هي طالبه شاشه لو سمحت. تفضل اطلع شاشه. خلينا نشوف قرار الحكم. قرار الحكم كان هناك ركله حره مباشره لصالح الفريق الفرنسي زائد انذار اللاعب المغربي رقم 17. في البدايه نرجع من البدايه قبل ما نشوف، خلينا نشوف تمركز الحكم، اين كان الحكم لحظه الاعلان عن الخطا. في البدايه طبعا هنا اشهر البطاقه الصفراء الوجود. نمشي بالحاله لو سمحت. نعم الحاله لحد الان تمركز الحكم جيد جدا. هناك حاصل لعب بينه وبين المساعد قريب، اتخذ الزاويه الصح. لحظه خطا نعمل ستوب لو سمحت. بعيد الحكم مسافة 5 أمتار بينه وبين الكرة، لا يوجد أي حجب رؤية، الحالة واضحة للحكم. نمشي بالحالة لو سمحت. طبعا هنا الحكم أخذ قرار باعتبار أن اللاعب المغرب دخل بتهور، هاجم بتهور للمدافع واستحق الإنذار، ولكن من الإعادة لم نشوف هل قرار الحكم باحتساب الخطأ، هل يوجد بالأساس خطأ وهل يوجد تهور؟ بنشوف من خلال الإعادة. طبعا هنا لاحظ شوي نرجع شوي لو سمحت. اللاعب المغربي حاول لعب الكرة، بنلاحظ هنا دقيقة ابو هادي، دقيقة ارجع شوي ايوه ايه الحين. نعم شنو هنا الحكم. سؤالي نعم من مسيطر على الكرة تحت سيطرة المدافع مسيطرا على الكرة. كلام سليم، ما في نقاش في هذا الموضوع. اللاعب المغربي الحكم يشوف اللعبه صح ولا لا؟ واضحه جدا، لا يوجد حجب رؤيه، زاويه واضحه، كل شيء واضح قريب، لا شيء يخالف. تمام. اللاعب المغربي حاول لعب الكره، عندما لم يستطع لعب الكره لم يقم باي خطا على المنافس على المدافع. نمشي بالحاله، نمشي. حاول لعب الكره، لم يلعب الكره، لم يقم باي خطا، لم يدعس، لم يهاجم، لم يركل، لم يقم باي خطا. الان اللاعب الفرنسي، نرجع شوي نشوف اللاعب الفرنسي ماذا قام اللاعب الفرنسي. هنا اللاعب الفرنسي قام بالرجل اليسرى بلعب الكره. نعم قام بلعب الكره بالرجل اليسرى، ولكن الرجل اليمنى، خلينا نمشي، الرجل اليمنى ذهبت الى المنافس وقامت بركله وعرقلته. هنا كان يجب على الحكم احتساب ركله جزاء زائد الغاء الانذار. طبعا لا يوجد انذار هنا، ركله جزاء للركل او العرقله باهمال، لا يوجد انذار على المدافع لانه مشيها كابتن. مشيها. الحكم طبعا اتخذ قرار بركله حره مباشره زائد انذار المهاجم. كان يجب على الفار التدخل، للاسف الفار لم يساعد الحكم، قد لسبب ما اعذر الحكم في الملعب. وبلال
ممكن يخطئ الحكم في الملعب، ولكن انت الفار وخاصه اللاعب المدافع اصيب، يعني تم تشييك الحاله تقريبا دقيقه وربع، عندك وقت يا فار لتشيك الحاله واضحه جدا، كان يجب احتساب تدخل الفار، استدعائه لمراجعه الحاله على الشاشه ومن ثم احتساب ركله جزاء، ولكن للاسف هذا لم يحصل. طيب سؤال، خليك في الشارع، ارجع شوي يا استاذ شريف. سؤال، انا استحوذت على الكوره بالصوره هذه، نعم زين، نعم، واختل توازني، نعم، مع المنافس. المنافس لم يصد الكوره في نهائيا، تمام، زين، والمنافس جاي، بس انا لما استخلصت الكوره، نعم، انا مسيطر على الكوره واستخلصت الكوره، صحيح، ثم جاني المنافس. طيب اللاعب الفرنسي وين يودي ريله؟ يتحمل مسؤوليه كابتن. انا لمست الكوره، اللاعب المغربي ما لمس الكوره نهائيا، ولم يقم باي خطا اللاعب، ومن حق اللاعب المغربي ينافس على الكره. اوكي، هو ما نافس، هو جاء امامي، زين، لحظه انا لمسي للكره جاء امام اللاعب الفرنسي، روح شوي، وين يوديه؟ وين يروح؟ تمام، لازم بيزلق، وين يروح؟ طيب خلينا نعمل ستوب هنا. لاحظ بلال، هنا اللاعب المغربي مد قدمه للعب الكره بدون اي خطا، صادها، حاول لعب الكره، صاد الكره؟ ما صاد الكره، ولم يصد الرجل المدافع نهائيا. تنافس كره القدم على الكره ولا لا؟ تنافس على الكره، ولكن لو حصل الاصطدام بالرجل اليسار انت تقول ركله جزاء؟ ركله جزاء. اوكي، ابو زيد، انا اقول طبعا زي ما قال اخوي كل التسجيل، لكن مد قدمه بالشكل هذا، لو كانت القدم الثانيه انت زي ما تفضلت، لو كانت مثنيه للخلف ووصل نقول زي ما قلت، لكن الان مد القدم بالشكل هذا، لو ترجع من البدايه هو من الاساس ما يستطيع يلعب الكره باريحيه بشكل واضح. شفت لمس الكره ولا لا؟ لمس الكره، مو شرط لمس الكره، مو بالشكل هذا، لمس الكره نلعبها بشكل طريقه. تمام. الان هو مندفع بدنيا قوي، ما استطاع يتحكم ريسك، هذا يتحمل مسؤوليته. اللاعب المنافس هل لمس الكره؟ نفس الشيء لما مد رجله بالصوره هذه، ما كلهم الاثنين ما مسك هذا لمس بسيط. هذا الان انا لو ثنى رجله الان، انت شو تقول بزي؟ انا اقول ركله جزاء والانذار خاطئ اذا كان خلاص ركله جزاء. نعم، والانذار خاطئ عكسي. ابو فهد، طبعا ابو بلال ركله جزاء، اللاعب الفرنسي سيطر وبعدين فقد السيطره، ركز معي، في البدايه سيطر، لكن لما فقد السيطره اللاعب المغربي كم مشى. هذه انا تناقشت. لا ما عليك، كنت مسيطر. انا اكمل ابو بلال. اي كنت مسيطر بالضبط، لا راحت السيطره، راحت على السيطره. طيب المهاجم طيب اسمعني، ارجع شوي. لاعب المغرب دقيقه ارجع. لا روح لين اقول لك وقف. روح وقف. ايوه، امتداد رجل بوفال لاعب المغرب بالصوره هذه، الرجل اليمنى، امتداد الرجل صحيحه. زين، لمس الكره؟ رايح الكوره، لمس الكره. طيب بدر بلال، احنا ما انا اقول لك احنا ما نمشي على كلام اللي تقوله انت قانون. يا اخي تبيني اناقشك؟ خلاص كلامك زمان. يبي لك ابديت بدر. يا ابن الحلال، ما شاء الله عليك نجم. انا يا اخي شوف خليك من الكلام. زين، لا تطلعنا من اللعبه يا ابن الحلال. تبيني اناقشك ولا ما اناقشك؟ خلاص قول. لا لازم تكون مقنعني. في قانون ماده 12 بس بالنسبه لك انت اسمع، دخول باهمال او دخول، انت شو تقول؟ زين، انت شو تقول؟ دخول باهمال على المنافس، انت شو تقول؟ ركله جزاء. مع احترامي تبطل عين هذه، مع احترامي. خلاص بدون ازعاج. بسبب التحكيم. والله العظيم طلع بسبب التحكيم. لا تحلف. طيب يا ابن الحلال، صل على النبي. صل على النبي. صل على النبي عاد. اعوذ بالله. خلاص صل على النبي، قلنا لك. اهدى شوي. طيب خلاص انت جاوبت. اوكي، دافع عنهم بالحق يا ابن الحلال، مالك دعوه. انا رايي شيء، تبي تغير رايي؟ بس غريب رايك غريب. ابو هادي، نعم، ركله الجزاء لم يحتسبها، كلها قلنا عليها، وان شاء الله يعني ما انتم من اسباب خروج منتخب المغرب امس الحكم مكسي. يا ابو فهد، انا اقول لك يا